right there. Let's get out here now. السلام عليكم، ازيكم واهلا بكم في قناة ونس. اهلا بكم في حلقة جديدة من مقاطع رعب يوم الجمعة، الحلقة المفضلة عندكم. النهاردة معانا مقاطع حلوة جدا ومرعبة جدا جدا. خلي بالكم، هاتوا الانوار وجيبوا كده سناكس بتاعتكم علشان تتفرجوا وانتوا بتتسلوا. اتمنى مقاطع النهاردة تعجبكم، وانا متأكدة انها تعجبكم. ما جبش حاجه وحشه اصلا، يعني هبدا على طول في المقاطع. بس قبل ما ابدا حابه افكركم كالعاده، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. ما تنسوش برده تدخلوا على قناه تانية، هتلاقوا اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت. برده هسيب اللينك بتاع الفيسبوك علشان تبعتوا لي عليه لو حابين اي مواقف او قصص مرعبه انتم مريتوا بيها وحابين ان انا اجمعها وانزلها في حلقات هنا في القناه. صلوا على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا على اول مقطع. في 20 فبراير سنه 2026 بتصور مقاطع فيديو لمشاهد مرعبة وغريبة جدا جدا، أقل ما يقال عنها بصراحة. لبالونة كبيرة كده منفوخة، عارفين البلالين اللي هي الهيليوم دي؟ بالونة كده على شكل شخصية طفولية، الشخصية دي اسمها ألمو. طب ليه الأم بتصور البالونة دي؟ الأم بتقول إن البالونة دي بتفضل ماشية لوحدها كده عادي، ممكن عادي أي هوا، أي نفخة بسيطة في بالونة تحركها، مفيش مشكلة. ولكن الغريب مش في كده، الغريب إن البالونة دي بتفضل ماشية كل مرة في الشقة لحد ما توصل لباب القبو. مهما الأم نقلتها أو حركتها، البالونة بتمشي لوحدها تتحرك ناحية باب القبو. طيب ما ممكن يعني عادي اتجاه الرياح في الاتجاه ده، ماشي أنا معاكم. ولكن البالونة باينة في الفيديو إنها بتحود، يعني لو اتجاه الرياح هيبقى في اتجاه واحد، انما البالونه لا، بتحود وتروح وتيجي وتتحرك براحتها في البيت، مش في اتجاه واحد ابدا. وده اللي صورته الام في الفيديو. اتفرجوا وركزوا. Babe, come here. It's the balloon. It's just like keeps going down to the base. زي ما شفتوا كده في الفيديو، البالونة بتفضل تتحرك لحد ما توصل لباب القبو. الأم بتقول إن البالونة بتفضل واقفة عند باب القبو كده، تستنى لحد ما ابنها يجي يفتح الباب ويدخل. البالونة مش بتدخل غير ورا ابنها. والله العظيم لو الموقف ده حصل معايا، أقل حاجة هعملها امسك البالونة دي افرتكها مليون حتة، مش هقعد استنى بقى وانزلها ورا ابني والكلام الفارغ ده. مش انتوا لو مكاني هتعملوا كده برضو؟ لحد دلوقتي ممكن كذا حد فيكم يقول لا، يعني ممكن الفيديو ده يكون متفيك عادي، فيك، حركوها بأي طريقة كانت. ولكن اللي بعد كده بقى هيأكد لكم انها ممكن بشكل كبير جدا جدا الفيديوهات دي تكون حقيقية 100%. الأم بتقول انها اليوم اللي بعد كده سمعت صوت نباح الكلب شديد جدا. عندهم كلب كده عمال يهوهو بشكل رهيب، يعني هم كانوا لسه مثلا في الفجر، فصحت الأم تشوف فيه، فحست ان نباح الكلاب ده ليه علاقة بالبالونة يعني. ففضلت تدور على البالونة لحد ما اكتشفت انها في القبو، وده اللي صورته. اتفرجوا. Babe. Quiet. Quiet.
البالونه اتحركت جوه القابو وفضلت تطلع كانها فعلا حرفيا بتحرك رجلها وبتهرب بتجري كده، بتطلع السلالم علشان تطلع بره القابو. ولكن فجاه النور بيقطع، وفجأة كمان البالونة بتقف بشكل مربك. يعني البالونة كأن حرفيا بتهيألي لو في حد ماسكها وقفها مش هيوقفها بالثبات اللي هي ثبتته ده. البالونة فعلا ثبتت ثبات غريب مرة واحدة فجأة. الأم لما عرضت الفيديوهات دي، في ناس كتيرة برضو عرضت عليها الاقتراح اللي أنا لسه قايلاه من شوية، إن هو امسكيها قطعيها اتخلصي منها. فهي قالت ان ابنها رافض ان هي تتخلص من البالونه دي خالص. مش بس كده، هي في يوم من الايام صورت بقى فيديو كان الارعب على الاطلاق. اليوم ده هي كانت لوحدها في البيت، ابنها في المدرسه، جوزها في الشغل، وفجاه هي صورت البالونه وبقت هي والبالونه قاعدين لوحدهم في البيت. معرفش جابت الثبات الانفعالي ده منين، ولكنها يعني برضو لقطت حاجه اقل ما يقال عنها انها مرعبه. اتفرجوا. كالعادة البالونة فضلت تتمشى لحد ما وصلت لباب القبو. باب القبو كان مفتوح في الوقت ده، والأم بتصور بتشوف كأن في راس بني آدم بتبص من فوق كده. الراس دي يعني ما كانتش باين منها ملامح، كل اللي باين منها إن هي ليها جبهة عريضة بس ما شفناش لا عينين ولا ملامح ولا أي شيء. فيا ترى انتوا ايه تفسيركم لوضع زي ده؟ الأم اعتقدت ان البالونة كانت فعلا بتوجههم نحو القبو عشان في كيان غير طبيعي موجود جوه، او كأن البالونة بتحذرهم من شيء ما يعني. فانتوا لو مكان الست دي وحصل لكم السيناريوهات المرعبة دي هتعملوا ايه؟ يا ريت تكتبوا لي رأيكم. الفيديو الجاي ده اتوقع ان في كذا حد منكم شافه قبل كده على الانترنت، لان الفيديو ده منتشر او انتشر انتشار رهيب، ولكن انا هعرضه هنا وهحكيه بطريقتي للي ما شافوش قبل كده. فلو انتوا شفتوه او عارفينه سكيب للمقطع اللي بعده. الفيديو ده صورته ست كانت مرعوبة جدا جدا من داخل احد الفنادق. الفيديو ده اتصور في 2025. البنت دي كان اسمها اريا. في اغسطس سنة 2025 كانت حابة انها تاخد كده عطلة او اجازة، فقررت ان هي تحجز في احد الفنادق وقررت انها تقضي يومين فيهم. ولكن كان اليومين دول من ارعب ما يكون، لدرجة خلتها تطلع بره الفندق وتسيب حاجتها كلها في الفندق وتطلع تهرب. اريا بتقول انها كل ما تمشي في الفندق بتحس ان في حد ماشي وراها، في حد بيتتبعها، حتى لو جرت بتلاقيه بيجري وراها. لما قالت الحكايه دي لبعض الناس او بعض العاملين في الفندق، راجعوا الكاميرات مفيش اي حد بيجري وراها ولا حاجه، مفيش اي حد بيخوفها، هي حرفيا هي الوحيده اللي شايفه كده. فقررت ان هي تصور في مره وهي بتجري عشان تاكد لنفسها هل انا شايفاه ده حقيقي ولا لا. ولما صورت فعلا ما ظهرش اي حاجه في المقطع. هي بتقول انا صورت لاجل سلامتي الخاصه، يعني هي بتصور عشان بس تثبت لنفسها او للناس يعني يمكن تظهر حاجه في الكاميرا، يعني لو ما ظهرتش حاجه في الكاميرا يبقى هي كده يعني ممكن تكون نفسيتها تعبانه، محتاجه دكتور، محتاجه تتعالج او حاجه زي كده. ممكن يكون جن بيتتبعها هي لوحدها، بس هتبقى حاجه من الاتنين يعني. البنت فعلا باين في الفيديو ان هي مرعوبه
بتجري باقصى سرعتها تهرب من حد هي بتقول انه شكله مرعب جدا وبيخوفها وبيجري وراها، ولكن فعلا بيبان في الفيديو ان مفيش اي حد بيجري وراها. ولكن بعد اسبوع بالظبط من لما اريا نزلت الفيديو بتاعها ده وما كانش ليه اي تفسير، وهي سابت الفيديو وسابت كل متعلقاتها ومشت، في فرد من اللي شغالين في الفندق ده قرر انه يراجع كاميرات المراقبه ويبدا يبحث في الموضوع لوحده. ولما راجع كاميرات المراقبه اكتشف حاجات مرعبه جدا. وفي الحقيقه ان بعض الفيديوهات دي ممكن يكون فعلا بيفسر ليه البنت فعلا كانت مرعوبه بالشكل ده. ودي المقاطع اللي شافها توني او الشاب اللي هو شغال في الاوتيل ده وصورها اثناء ما كانت البنت بتجري وبعد كمان ما جرت. اتفرجوا. It's like she acting like she's running from something or hiding from something, but there's literally nobody else in the frame. Like she tweaking. Yeah, it is weird. And the elevator door is not even closing. Like she playing hide and seek or something. But look, this ain't even the craziest thing. Like now the elevator, look, the elevator door is closed. But this ain't even the craziest thing about this video though. I got like more video to show y'all, and it just gets super weird. So y'all just stay tuned. في الفيديو بيظهر البنت بتدخل جوه الاسانسير، ولكن الاسانسير بشكل او باخر ما بيقفلش بيبانه اطلاقا طول ما هي جوه الاسانسير، كانه مش عايز يتحرك بيها. فالبنت بتستخبى خايفه، عماله تروح هنا يمين شمال في الاسانسير. الاسانسير برده مش عايز لا يقفل ولا يتحرك لحد ما خرجت هي بره باب الاسانسير. اول ما خرجت الاسانسير قفل، شيء غريب برده. ولكن بعد ما البنت طلعت تجري توني لقى فيديو او مقطع تاني مرعب اكتر من مقطع الاسانسير. اتفرجوا. And y'all think that's crazy? Watch, keep watching like right by that door right there, by that table. Keep watching right over by there. The whole time I'm thinking somebody following her. So we trying to go over the film and just keep watching. Look. My hand is shaking. Right there. What is that? What the heck? Bro, that's a rock from that table right there. Those are stones and those in bowls right there by that table. And that one of them stones just fell on the floor. And there's no way that should happen because there's no wind in there. Wind ain't even gonna do that though. This is crazy, yo. فجأة حجارة من الحجارات اللي كانوا موجودين في الطبق على الترابيزات محطوطين كزينة، يعني الحجارة دي بتطلع من الطبق تنط على الأرض على طول لوحدها. وفي الحقيقة مش ده بس اللي توني شافه، أو مش ده الغريب بس، في مقاطع تانية برضو بعد ما دور شافها. والأغرب كان المقطع اللي هعرضه عليكم دلوقتي ده. اتفرجوا. Alright y'all, so I went back and was looking at the video of that girl from the other day, right? Because I'm thinking maybe somebody must be following her because I found that thing in the bathroom. Like, you know, it makes sense that somebody's probably following her. Because not just any person is gonna have that tool. I mean, that tool is for getting inside of rooms. So just keep watching the screen right here, man. I saw something that just... It's just the housekeeper down there. Right there. I don't know what that is. This is crazy. How do y'all explain that? Somebody explain that to me. This is crazy, yo. I don't know. Somebody explain this to me. Somebody explain to me what the hell that just was. زي ما شفت في المقطع كده، بعد 3 دقايق من ما اريا كانت بتجري في الممر ده، في ظل كده برضو ظهر على الحيطة. بعد لما توني دخل الأوضة بتاعت اريا اللي سابتها زي ما هي وطلعت تجري بره الأوتيل خالص ومشت، دخل تاني يوم الأوضة دي ولقاها في حالة فوضى عارمة. اتفرجوا. You said what? It's like all my stuff is just left here.
crazy. Don't get me on camera. No, this is ridiculous. What the heck is this doing in here? Yo, hold on, y'all. This is crazy. بغض النظر ان الاوضه كانت يعني مكركبه وفوضى عارمه يعني، ولكن توني لقى كده اداه غريبه جدا جدا موجوده جوه الاوضه. الاداه دي عباره عن سلك معدني كده بيستخدموه الحراميه علشان يدخلوه من تحت الباب ويبداوا يفتحوا بيه الاكره، يفتحوا بالمفتاح كده. الحراميه يعني بيستخدموه عشان يفتحوا الابواب. يعني هحط لكم مقطع كده تشبيه يعني، بس المقطع ده ملوش علاقه باريا خالص، بس عشان اقول لكم القطعه المعدنيه دي بتستخدم ازاي. Oh my god. What? طبعا كل دي كانت علامات استفهام حوالين البنت دي ملهاش اجابات، ولكن الغريب ان بعد كده توني بيقول انه في المصعد اللي البنت كانت فيه ده بدأ يسمع اصوات جايه منه ملهاش اي تفسير، اصوات غريبه عمره ما كان بيسمعها في الاوتيل او في الاسانسير ده قبل كده. Keep in mind there's no construction going on. Nothing. But there's always some type of banging or clattering going on. تفتكروا بقى اللي حصل للبنت جوه الاوتيل ده واللي حصل في الفندق ده عموما ليه علاقه باحداث خارقه، ولا ايه تفسيركم للي حصل ده؟ يا ريت تقولوا لي. واختفاء البنت الغريب من الأوضة بدون حتى ما ترجع تاخد حاجتها من الأوضة أو من الفندق عموما، يا ترى ده برضو ليه تفسير؟ يا ترى ده طبيعي ولا البنت دي خايفة فعلا بجد؟ لحد دلوقتي الفيديو ده ملوش أي تفسير، والبنت دي ما طلعتش نشرت أي فيديوهات بعد كده أو قالت أي حاجة حصلت لها. يا ترى البنت دي حصل لها إيه أصلا، ولا كانت نهايتها إيه؟ الله أعلم. الفيديو الجاي ده بقى غريب جدا ومرعب فعلا. الفيديو ده نشره واحد من رجال الاطفاء، عنده اكونتس على السوشيال ميديا بيعلم فيها حيل الاطفاء، بيدرس فيها الشباب اللي هي عايزه تدخل المجال ده. لما بيروح مكان بيبدا يصور مقاطع منه وبيبدا يعلم الناس هو بيشتغل ازاي. صفحته توعوية تعليمية بحت، ما فيهاش اي علاقة بالرعب، فيما عدا فيديو واحد بس كان مختلف تماما، ملوش اي علاقة بالتعليم، او هو يعني كان هدفه تعليمي بصراحة ولكنه قلبة تانية خالص، بقى مرعب جدا. الفيديو ده اتصور في مارس 2025 اثناء ما الراجل ده كان في مهمة لاطفاء بيت في وسط الغابة بيتحرق. بالصدفة البحتة الراجل وهو بيصور الكاميرا بتلقط حاجة غريبة جدا جدا ومرعبة. اتفرجوا. You should see it right now. It's amazing. Look through the window. Woo. See that here right now. Woo. Woo. See that here right now. لوهلة كده والكاميرا داخله جوه البيت تاني تقدروا تشوفوا كده زي خيال اسود لهيكل كده معدي جوه البيت. انا كمان لاحظت كأن كده في خيال ابيض كده داخل وسط النار، معرفش انتوا كمان لاحظتوه ولا انا لوحدي اللي شفته. لو انتوا كمان شفتوه يا ريت تقولوا لي انتوا شفتوه. في الحقيقه انه لما عرض الفيديو ده الناس هي اللي بقت تعلق بتقول له خدت بالك من اللي مش عارفه ايه، خدت بالك من ايه اللي معدي. فمن ضمن الحاجات برضو اللي الناس علقوا عليها واخدوا بالهم منها، انا مش هقول عليها، انتوا اتفرجوا على المقطع وركزوا كده وقولوا لي انتوا عليها. سمعتوا كده صوت الطفل اللي بيضحك ده؟ اعتقد دلوقتي واضح. ومش بس كده كمان، الراجل لما طلع بره البيت خالص وصور من زاوية مختلفة تماما لقط شيء تاني غريب طالع من البيت. اتفرجوا.
شفتوا الكيان او الشيء المعدي جنب البيت ده؟ كأنه يعني خلص مهمته في البيت وطلع. فيا ترى انتوا ايه رأيكم في اللي حصل في البيت ده؟ يعني بيت مهجور وسط الغابة لوحده، على أقل تقدير إن هو فعلا يكون مسكون. يا ترى اللي حصل ده فعلا شيء خارق للطبيعة ولا إحنا بيتهيأ لنا اللي إحنا شفناه ده كله؟ خصوصا إن الفيديو فعلا اتصور بالصدفة البحتة، ملوش أي علاقة بأي هدف للرعب. المقطع اللي جاي ده صوره يوتيوبر ياباني مستكشف للأماكن المهجورة. في المقطع اللي هعرضه ده صاحب القناة دي راح لبيت مهجور لوحده تماما بالليل عشان يستكشفه. البيت ده أهل الحي حواليه بيقولوا إنه كان عايش فيه راجل، ولكن الراجل ده كان غريب الأطوار، كان لوحده تماما منعزل عن الدنيا خالص، وفضل عايش في البيت ده لحد ما مات فيه. ومن وقت ما الراجل ده مات والناس أو الجيران بدأوا يسمعوا يعني أصوات غريبة جدا جاية من البيت، أنوار بتفتح وتقفل لوحدها جوه البيت. فالمستكشف ده قرر ان هو يروح يستكشف بقى البيت ده لوحده، خصوصا ان صاحب البيت مات وسابه على هيئته على حالته، وكل حاجه وكل متعلقات الراجل لسه موجوده جوه البيت. فالمستكشف ده دخل البيت فعلا وزرع الكاميرات بتاعته في اركان البيت زي ما بيعملوا المستكشفين، وفي الحقيقه ان الكاميرا فعلا لقطت حاجات مرعبه جدا. اتفرجوا. فجأة كده الراجل وهو قاعد سمع صوت جرس الباب بيخبط. في نفس الوقت الكاميرا لقطت خيال لحد واقف كده في الضلمة جوه، والخيال ده على هيئة بني آدم، والمشكلة ان الخيال كان بيتحرك فعلا. بعد كده المستكشف ده لقى فيه شرايط كده تسجيل او شرايط كاميرا موجودة لصاحب البيت نفسه مصورها لمناطق جوه البيت، فقرر ان هو يحطها ويتفرج عليها بنفسه، وده اللي شافه في التسجيلات. اتفرجوا. المستكشف بيشوف في شرايط الفيديو دي نفس هيئة الكيان اللي ظهر معاه أثناء استكشافه للبيت اللي صورته الكاميرا بتاعته شخصيا، وإن الخيال ده كان موجود مش في شريط واحد، مش في تسجيل واحد، في عدة شرايط في أماكن مختلفة من البيت. فهل يا ترى الكيان ده كان هو السبب في الأصوات اللي بيسمعها الجيران بعد وفاة الملك؟ هل أصلا هو السبب في وفاة الملك نفسه؟ خصوصا إن الملك واضح إن هو كان حاسس إن في حاجة معاه في البيت، وإنه كان بيصورها برضه، وإنه لقطها فعلا في كذا شريط واحتفظ بالشرايط دي. فهل ده ليه علاقة بالظواهر اللي بتحصل في البيت واللي الجيران بيشوفوها؟ الله أعلم. أنا بخاف من الرعب الياباني، بخاف من اليابانيين بخاف من فيلم ذا جرادج. المشكلة إن الكيان كان في شريط من الشرايط كان واضح كأنه شكل أو وجه امرأة فاتحة بقها أو بتصرخ، مش فاهم، فشكلها مرعب بصراحة. وبس لحد هنا يكون خلص الفيديو بتاعنا، خلصت المقاطع بتاعتنا. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم المقاطع ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك.
تنسوش برضو تدخلوا على القناة التانية، انا متأكدة ان فيها فيديوهات هتعجبكم، واستنوا فيديو جديد وحلقة جديدة. سلام.